الكلمة من عند الرخيص ما تزعزع ما تقيس، أما من عند الغالي تسهرك الليالي. وقالوا ناس زمان لا تسرج حتى تلجم وعقد عقدة صحيحة، ولا تتكلم حتى تخمم لا تعود عليك فضيحة. وقالوا اللي كبر في الخير يشم يديه يشبع، اللي تربى في الجوع بال الدنيا ما يقنع، واللي شاب وما تاب شيبو غير خسارة، كيما العود اليابس بلا نوارة. مرحبا البنات، صباح الخير ولا مس الخير على حسب الوقت اللي تشوفوني فيه. واش راكم، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ديروا جام اشتراك في كامل قنواتي تحت الفيديو، كثروا لي التعليقات وكثروا لي جام وكثروا البارتاج، وخلي نبداو مع بعضانا الروتين تاع اليوم. قبلها نأكد أهم شيء البنات تعاونوني به باش يطلع الفيديو هو الجام. أهلي شوفوا البنات، شوف بديت الحاجة الأولى. هذا وين جاب لي الزوج القضيان، هاوليكم دوك نصور معاكم كلش. حاجة الأولى وين كصبعي شوفوا البنات، والله كنت راح نخبي ديريكت وبعد قلت لا خلي نصور مع صحاباتي واخواتاتي. أول حاجة اللي هي حطيت اللوبيا الخضراء ولا الفازوله، احنا نقولوا فازوله. حطيتها تغلي، غسلتها ودرت لها شويه ملح وحطيتها تغلي. وهنا كيما تشوفوا هنا البنات كنت درت زروديه ودرت البطاطا ودرت جريوات اي من تحتها، بيان سور شويه تاع بصل وسنه برك ولا زيتون. انا الكسكسي ولي بات بصفه عامه ما نكثرش فيهم الثوم بزاف. اكيد درت التوابل تاعي ودرت الزيت وشويه تاع مقيس فنجان صغير ولا نص فنجان، وخليتها تتقلى مليح. واكيد غسلت هذوك طروفه تاع اللحم حطيتهم. اليوم ما شريناش الدجاج، اليوم شرينا اللحم تاع اسبانيا البنات. قلت خلي نطيب به الكسكس كما راكم تشوفوها وليكم. هنا درت هذا المورسو. المهم قلت نقليها، ومن بعد تفكرت حاجة. واش هي الحاجة اللي تفكرتها؟ أكيد درت الحمص. اليوم صرفقوا عليا، نستاهل تصرفيق قلت لكم يا البنات تفكرت حاجة اللي هي اليقطين ما حطيتوش. هيا مالا قلت لكم نقشر في ساعة مرسو نزيد نحطه لها هيك باش تزيد بنة على بنة. ومن الجهة الأخرى راكم تشوفوا في الفازولة قاعدة تغلي باش نحلها هذيك الزروقة برك، ونصفيها من الماء ونحطها ثاني في البرمة تاعي. نخليها البرمة تكتك على نار هادية. وجيت لهنا لهذا القضيان نصور قبل ما نقشر هذيك الكابوية. المهم شوية فلفل حلو، شوية حار، شوية سنارية، وشوية جريوات، شوية لحم، شوية سلطة، خيار، فازولة. الفازولة كنت درت منها. هاوليكم اللحم اللي بقى لي البنات، شرينا قيس كيلو ولا بالك كيلو هكاكا. المهم قلت لكم هذا هو القضيان. وجاب لي ثنا زوج شويه تاع الفول. هنا الكابويه كما راكم تشوفوا. ودلع يا البنات. الخيار كان عندي وزاد جاب، قلت له لو كان شاورتيني نقولك ما تجيبليش الخيار وما تجيبليش الجريوات، خاطر ما جريوات كانت عندي. المهم معليش نحطه في الفريجيدار ما تفسد ما يصير لها والو. هنا نطيبو منها بزاف، عندنا حوايج بزاف نطيبوه ما اختي. المهم هنا ثنا شويه طماطم للسلطه وللشكشوكه والحميص. هاكم تعرفوا طماطم طاحت شويه صافا لاباس، ما من الفوله وطاح ارض نورمالمون. على حسب واش يقول لي الزوج، انني ما على باليش البنات ما نقضيش. بصح قال لي الفول تقريبا بالك 3000 ولا 4000 للكيلو. طماطم والله قال لي ونسيت. المهم هذا هو القضيان تاعي. بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله ناكلوه بالصحه والهنا والفرحه والراحه يا رب العالمين. أنا راح نقشر كعبة فول معاكم. ما شاء الله شوفوا كيف هي البنات. الفول هذا خشين ومليح الله يبارك، وحتى البنة بنين يهبل. درك تشوفوا كيفاه راح نطيبه. راح ندير زعما زوز وصفات بالفول اليامات الجايه ان شاء الله. كملوا برك معايا درك تشوفوا كل شيء. درك هنا نلم القضيه نتاعي نخبيه، ونلم هذاك اللحم نحطه في الكونجيلاتور. لازم اليومين هذوما ندير نيتواياج للفريجيدار تاعي خاطر العيد الحق. برك نقول لكم البنات هنا شوفوا البرمه تاعي راهي تتقلى ديجا. اني حطيت قشرت الكابويه وحطيتها كما راكم تشوفوا. نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. ونكملوا الفيديو كيف كما شفتوا لهنا البنات. هني نحيت شويه تاع كابويه حطيتها طيب. وثاني اللوبيا كنت نحيتها. سيبوها لكم اللوبيا ولا الفازوله، احنا نقولوا فازوله بزاف اللي يقولوا اللوبيا الخضراء ولا اللوبيا موشطو ولا ماشطو. صلحوا لي في التعليقات. مهم احنا نقولوا لها الفازولة. طيبت كان ديجا. شوفوا الكسكسي، شوفوا لهنا قاعد الامطار بدات تسقط.
راح ندير لكم جوله في الجاردينه، جوله خفيفه برك ونعاود نرجعوا نكملوا العشاء. شوفوا الروتين تاع اليوم طويل ويهبل فيه حوايج بزاف. قلت لكم يا البنات لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله. طيبت العشاء تاعي والكسكسي تسمى العشاء طيبته العشيه، والكسكسي فورته جويه 12 هكاك مع الغداء. كان عندي الكسكسي بصح ما كانش عندي اللحم، على بها خليت البرمه العشيه، سينو راني طيبتها على 12 والعشيه نشوف يعني واش ندير ولا نبقى قاعده. المهم كيما قلت لكم يا البنات راكم تشوفوا هنا خرجتكم للجاردينه، كنت شويه انه قاعده تبخ برك البنات خفيفه خلاص. وانا رحت نجيب شويه نعناع، قلت خلي نصور لصحاباتي، على بالي بزاف 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 منكم اللي يحبوا الاجواء تاع الريف ويحبوا نصور لهم في الجاردينه، وقلتوا لي بزاف في التعليقات في على الفيديو تاع جوله في جاردينتي، قلتوا لي اسمسومه عودي شاركي معنا بزاف في الجاردينه. قلت لكم من هنا البنات شوفوا واش لقيت. هذا الفطر هذا يا البنات كانت كريمه قالت لي ردي بالك منه لا يكون سام، انا ما نعرفوش سام ولا ماشي سام وما نحيتوش اليومين هذا الروتين، وعنده هذا الشغل المقطع هذا الجردينه، وعنده مده ملي صورته البنات بالك 10 ايام ولا اكثر، بس راني ما نحيتوش لدرك. قولوا لي انتم اسكو سام ولا ماهوش سام، واذا ماهوش سام قولوا لي كيفاه نطيبوه. وهنا قبل ما ندخل اكيد نحيت شويه نعناع كيما قلت لكم راح نطيبو في الليل نشربو قبل ما نرقد. وثاني نحيت شويه تاع عطرشه، شوفوا العطرشه دارت النوار، نحيت شويه عطرشه ونحيت شويه نوار من هذاك الاصفر. وبعدا دخلت للدار. درك نزيد نشارك معاكم كيفاه تعشينا وغسلت الماعن وكلش. مازال الروتين يا البنات، ديروا جام اللي مازال ما دارتش جام، وكثروا كثروا كثروا تعليقات عقد ما تقدروا. اعطينا اقتراحاتكم وقولوا لي واش من تحضيرات راكم تديروا فيها للعيد. شاركوني حتى انتم افكار، واش راكم تحضروا، واش راكم تديروا، واش حوالكم مع الاولاد مع الامتحانات، هكا باش البنات يكونوا قراب لبعضانا. انا نشارككم وانتم تشاركوني. بعد ما كملت الجوله في الجاردينه دخلت لهنا وجدت العشاء. كان الزوج تاعي ولدي دخلوا، وجدت العشاء شويه تدلاع مع شويه كسكسي. شوفوا الله يبارك بالخضره. هذا كسكسي جاردينيي الله يبارك فيه بزاف انواع تاع الخضره، جبنين ومعسل ومع هذاك الحميه البنات ما نحكي لكمش، يهبل يهبل يهبل، بنين بنين صح، بنين بزاف بزاف. شهيتكم في الجنه غالياتي. اوكي العادة والعوايد بعد ما نتعشى وناكلوا بالصحة والهنا نوض الله نغسل الماعن حكيتهم رجعتهم يشعلوا ان شاء الله. ربي برك يعطيني الصحة ويعطيكم الصحة يا البنات اللي نقدروا نكملوا بها نهاراتنا ونقوموا بها ديارنا وليداتنا ونقوموا بالواجبات تاعنا الدينية وان شاء الله والدنيوية. قلت لكم هنا غسلت الماعن حكيتهم مليح مليح. هذيك البرمة اللي فورت فيها الكسكسي والكيكوت طيبت فيه لاصوص تاع الكسكسي والماعن هاكم تعرفوا. ومن بعد هنا قشرت شويه تاع الكسكسي هذا النهار الجاي ماشي لليوم زعما الغدوه باه نطيبوا يا البنات. شغل باه نصبح متهنيه منه على بالكم باللي الفول يعطل بزاف في التقشار. وهنا اكيد قبل ما نرقد رحت طيبت هذاك النعناع اللي جبته معايا. بسم الله ما شاء الله النعناع تاعي البنات كبر ولا الله يبارك كما وريته لكم في الجوله تاع جاردينا، سواء المره اللي فاتت ولا هذه. شفتوا الورق تاعو كبار الله يبارك. طيبته ومن بعد هنا راح نشربه. شوفوا للامانه هذا الفنجان الكاس الاول شغل هذه الغرفيه تاع الحليب البنات سكرته ومديته لواسم. مواسم يحب يشرب النعناع، مي تاعي انا نشربه بلا سكر. انا كامل لي تيزان نشربهم بلا سكر يا البنات. هذه اعطيته الفنجان ماشي الفنجان الغرفيه، احنا نقولوا الفنجان تاع القهوه والغرفيه تاع الحليب. المهم ايا اعطيت له الغرفيه تاعو وديت انا تاعي ورحت للشمبره. اختي شربتها واسترخيت ريلاكسيت في مخي المهم حبيباتي ومن بعد نبداو مع بعضنا نهار جديد يا بنو ادم وعلى عملك شهيد. ان شاء الله ربي يهدينا ويجعل كامل اعمالنا تاع خير وتاع صلاح وكامل اقوالنا في الخير وفي الصلاح ان شاء الله يا ربي. ربي يهدينا ويثبت علينا العقل والدين. هذا ما نقوله يا البنات. قلت لكم حبيباتي والله مليح لتيزان في الليل خاصة كي يكون شويه البرد. احنا عندنا اليامات هذا انه راهي تصب ما على بالناش والله ما فهمنا روحنا رانا في الشتاء ولا في الصيف ولا في الربيع ولا في الخريف. الفصول هي داخله في بعضها مازال ما تفهموش باه يفهمونا.
فوالا هذه هي. هنا كي دخلت للشومبرا ديت الكاس تاعي ورحت للشومبرا. قولوا لي نتوما يا البنات واش احوالكم، احكيوا لي، عطيوني شويه كيفاش تفوتوا وقتكم على الامتحانات مع التحضيرات تاع العيد. اسكو بديتوا التحضيرات والتنظيفات تاع العيد ولا لا؟ انا بديت التنظيفات تاع العيد وشاركتها معاكم في الفيديو اللي حطيته في قناتي تاع سمسومه 24 بنت صبوحه. اللي مازال ما شافتوش تدخلوا تشوفوا. وراني نقول لكم يا البنات باللي راني نهار نحط في القناه هذيا ونهار في القناه الاخرى تاع سمسومه 24 بنت صبوحه، نشارك معاكم تحضيرات، تنظيفات، مشتريات، روتيناتي اليوميه، تحفيزات، همسات. المهم نشارك معاكم كل شيء باذن الله. وهذه هي اليوم الغدوه يا البنات. في الليل درت العشاء كسكسي، والغدوه طيبت الكسره ديما نشاركها معاكم بالتفصيل. وقلت اليوم نشارك غير هكا مقتطفات برك باش تديو افكار. بالك راكم ما نتوما حايرين واش نطيب، وكيما انايا ديما محتاره واش نطيب. سواء كيما قلت لكم قبل عندي القضيان ولا ما عنديش، سواء عندي اللحم ولا ما عنديش، ديما وانا نخمم واش راح نطيب ديما تلفت لي. هنا درت شكشوكه الله الله بالبصل والبطاطا والفلفل حار وحلو، ودرت معاها والطماطم، وطيبت معاها هنا الفول. هذا الفول اللي كنت درته البارح، كانوا الصباح غسلته مليح وحطيته يطيب، درت له غير الملح. حنا كيما هكا نديروه الفول. تحبوا تفوروه ولا طيبوه. انا طيبته في الكيكوت خاطر اليوم ما نضتش بكري وكان لازم عليا نطيب الكسره والشكشوكه والفول ومع التنظيف والترتيب تاع الدار. راكم تعرفوا البنات. اذا كان هذا هو الغداء تاعنا لليوم التالي: الدلاع، الفول والشكشوكه. هذاك صحنت الشكشوكه نحيته الوسيم بلا عظام، ومن بعد الشكشوكه اللي بقات كما تشوفوا هنا درت لها عظمه ليا انا والزوج. هنا كسرت عليها عظمه وقفلت عليها باش تطيب مليح، ومن بعد نحط هذه هي تاعي انا والزوج اللي فيها العظام، وهذيك تاع وسيمه فيها جوج العظام. كان هذا هو غدانا لنهار اليوم. ربي يديم علينا الرزق والنعمه والصحه ولهنا، وان شاء الله نكونوا ديما متهنيين. ان شاء الله تكونوا تتفرجوا في الفيديو تاعي وانتم متهنيات وفرحانات واموركم يعني مليحه. اللي عندها حاجة في بالها ربي ينولها لها، واللي متمنية سكن ربي يرزقها، واللي متمنية ذرية ربي يرزقها، واللي متمنية خدمة ربي يرزقها. ان شاء الله برك يا البنات كل وحدة يعطيها ربي الشي اللي في بالها طالما انه خير يا البنات. واللي ينوي الخير ويتمنى الخير ويحب الخير اكيد ربي راح يوصله ليه. اما اللي يتمنى الشر للناس ولا يحفر للناس، ولا يا البنات اللي يحفر حفرة يجي نهار ويطيح فيها، واللي يتمنى الشر للناس يجي نهار ويطيح فيه هو. قالك إن الله يمهل ولا يهمل يا البنات. إما لا زينوا نيتكم وتهلاو في رواحكم وعيشوا حياتكم بكل بساطة، وحاولوا تعيشوها بسعادة، لأنه كل دقيقة كل نهار يفوت راهو نقص من عمرنا يا البنات. اتهلاو في رواحكم مليح مليح. ديروا جام وكثروا لي التعليقات واشتركوا في كامل قنواتي تحت هذا الفيديو، وديروا دورة شوفوا باقي الفيديوهات يا البنات. نحبكم ياسر وسلام.